فإن لدي عدد من الرسائل أو الأفكار التي أدعو التجمع للنظر فيها. 1. بينما تؤيد مصر تجمع البريكس وأهدافه ومواقفه، فإننا على يقين أيضا بأن لدينا ما نقدمه لتجمعكم هذا من الإمكانيات الحالية والمستقبلية. ويكفي أن أشير هنا إلى محور قناة السويس الذي يتم تحويله ليضم عددا من المناطق الصناعية والتكنولوجية واللوجستية العملاقة لتخدم حركة التجارة والصناعة والنقل والابتكار إقليميا وإفريقيا ودوليا، مما يمكن أن يفتح منافذ جديدة وهائلة للتفاعل الاقتصادي بين دولنا. ومن هنا كان دعم مصر لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها فخامة رئيس الصين لإعادة الروابط التجارية والثقافية بين الشرق والغرب عبر شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تقع قناة السويس في القلب منها، والتي حملت